الأم كانت عايزة تحضر فرح بنتها، فكانت كل يوم تجيب لها 10 رجالة البيت علشان تنقي منهم عريس، بس البنت ما كانتش بيعجبها حد خالص ولا طايقة حد فيهم. فالأم بدأت تستعرض مميزاتهم وبتحاول تقنعها بيهم. طلبت من واحد عضلات يستعرض قوته قدامها علشان يبهرها، بس البنت ما كانتش بتحب نوعية الرجالة اللي فورمة وعضلات زيادة عن اللزوم. الأم اضطرت تمشيه وهي مش مقتنعة، وكانت فاكرة إنها وسط كل العدد ده أكيد هتلاقي ذوقها اللي بتدور عليه. راحت مخلية كل الرجالة يقعدوا جنب البنت مرة واحدة علشان تختار. البنت رفضت بسرعة وطلبت من أمها يبعدوا عنها حالا. في ثانية كل الرجالة جريوا وهم خايفين من رد فعلها، والبنت قعدت متخشبة مكانها على الكنبة. اتضح إن البنت بيجيلها حالة تيبس وما بتعرفش تحرك جسمها لو لمست أي راجل، والسبب في كل ده كان حبيبها القديم اللي سابها فجأة وكسر قلبها. وبعدها بشوية اكتشفت على الموبايل إنه كان بيخونها مع أعز صاحبة ليها. الصدمة دي عملت لها حاجز نفسي كبير من صنف الرجالة كله، ومن ساعتها وهي بتتحول لتمثال وما بتعرفش تتحرك لو لمست أي ذكر. بعد 10 دقايق البنت رجعت لحالتها الطبيعية وفكت، وعشان تريح أمها القلقانة وتخلص من زنها كدبت وقالت لها إن عندها حبيب ممتاز. الأم فرحت جدا وطلبت منها تجيبه معاها في قعدة الليلة اللي بعد يومين. الأم مشيت من هنا والبنت دخلت تشتري أونلاين من هنا. مفيش وقت عدى ووصلت كرتونة كبيرة لبيت البنت، كان جواها روبوت اشتريته علشان يمثل إنه حبيبها قدام أهلها. البنت كانت ناوية تخلص مصلحتها مع أمها بالآلة دي، بس اللي ما كانتش تعرفه إن الروبوت ده طلع بني آدم حقيقي ولحم ودم. الراجل ده كان رامي الروبوت الحقيقي اللي البنت اشتريته في الشارع، واستخبى هو جوه الكرتونة عشان يهرب من جوازة غصب عاملاها له جدته. عمال الشحن غلطوا وافتكروه هو الروبوت ووصلوه لحد بيت البنت. لما سمع البنت بتتعامل معاه على إنه آلة قرر يكمل اللعبة ويمثل إنه روبوت. البنت ما كانتش متوقعة إن الروبوت هيطلع وسيم وشيك بالشكل ده، ولاحظت إن في حتة ناقصة في رقبته كأنها عيب صنعة. راحت لمسة تفاحة آدم في رقبته بإيديها، فالراجل جسمه شت وتوتر من الخضة. البنت استغربت وافتكرت إن الروبوت متصنع بدقة تخوف كأنه حقيقي، بس هو افتكرها بتدلع عليه وبتحاول تثبته. وعشان تتأكد إنه بيسمع الكلام طلبت منه يعمل لها سكين كير لوشها، وفعلا من كتر اهتمامه ورقة إيديه البنت نامت وهي في إيده. والراجل شاف شكلها وهي نايمة وحس إنها رقيقة جدا ودخلت قلبه. بعد يومين البنت خدته وراحت تقابل أمها في البيت، بس فجأة الراجل لقى جدته هي كمان موجودة هناك. راح زائق البنت جوه الأوضة بسرعة عشان الجدة ما تشوفوش، ولما الجدة شافته قعدت تهزقه وتلومه إنه هرب من الجوازة المرتبة. البنت فتحت الباب فجأة وما كانتش فاهمة إزاي روبوت له جدة وبتحاسبه كمان. الجدة فهمت في ثانية إن حفيدها بيمثل إنه روبوت عشان يوصل للبنت دي. الراجل كان هيعترف بحقيقته للبنت، بس الجدة منعته في آخر لحظة ومثلت هي كمان إنها روبوت، وقالت إن البنت عميلة مميزة وإنها جاية مخصوص عشان تعمل فيدباك وتشوف رأي العملاء في المنتج. البنت صدقت الكلام وعزمت الراجل وجدته يدخلوا البيت.